1959 وحنا نحوسوا على الشهيد هذا على بالنا بالمعركه تاعو اللي استشهد فيها بنومي بالضبط اكزاكت ولا وين القبر تاعو ما على بالناش. ومن بعد ما اتصل المؤرخ عمران بن يوسف اتصل بنا وقال لنا اللي هاو متواجد هنا عندنا، اتصلنا به وجينا اليوم نحيو الذكرى معهم. بعد 65 سنه من البحث وجدنا قبر شهيد الفداء طلبات مبروك بروضه الشهداء بولايه ابنو. عليه حوس عليه ما وصلش، جا واحد كل واحد حوس عليه، هو هنا جا عنده القبر تاعو، هو هنا شوف الاسم تاعو كل شيء تاعو. نحن متواجدون في مقبرة الشهداء بمدينة أفلو، وهذه المقبرة ضمت بين جنباتها أبناء الجزائر من كل ولايات الوطن ضحوا من أجل تحرير الوطن ومن أجل الحرية والاستقلال. كيف تم اكتشاف الشهيد؟ بعدما اتصل بي أحد الأقرباء قال لي أن فيه واحد من أم البواقرة يبحث على عمه شهيد هنا اسمه طرباق المبروك. هنا خبرته قلت المعركة موجودة ونعطيك اسم المعركة اللي وقعت. بعثت الأخ رشيد بن جلول دلهم على القبر، ومن هنا علمت الأسرة في أم البواقي أن قبر طرباق المبروك مدفون في مقبرة أفلو بين إخوانه الشهداء. وهذا زاد من فرحتي ومن افتخار الأسرة بالعثور على قبر شهيدهم بعد 65 سنة من البحث. اكتشاف ضريح هذا الشهيد البطل بعد 65 سنة من البحث، حيث تمنت الأم والأب رحمهم الله أن يروا هذا القبر، لكن شاءت الأقدار. أخوه الحاج الذي اتصل بي وهو اليوم معنا في هذه الروضة يقف على ضريح أخيه الشهيد طرباق المبروك، وقد كانت فرحة كبيرة حيث أن الشهيد كأنه أو استشهد في تلك اللحظة، فرحمة الله على شهدائنا.